مش مهم. ماما جابت المدرس، انا برضو مش فاهم. انا درجاتي وحشه، ما هو انا عشان مش فاهم. ما هو عايز يرمي الموضوع على حد تاني، بيستسهل خلاص. ايه اللي ممكن يخليني اعمل واتعب نفسي؟ المهم، خليني اقول حاجه هنا. الكارثه ان نفس التفكير ده بيكمل معانا حتى واحنا بنكبر. الولد اللي بيفضل يقول انا مش فاهم مش فاهم مش فاهم، والمدرسه وحشه، واصلا انا مش عارف اذاكر، اصلا المعرف مش فيا، اصلا مش عارفه ايه. كل ده مش هو ده العيب. المشكله ان حضرتك مش بتحاول تستخدم اللي ربنا اداهولك. ربنا اداك عقل عشان تفكر، واداك ادوات عشان تستخدمها. يا حبايبي، يا ابناء الاي اي الحلوين، الاي اي موجود عشان يساعدك، مش علشان هيعيش مكانك ومش هيذاكر عنك. الناس بقت بتاخد الاسئله تحطها على الاي اي او على الشات جي بي تي وتطلع لي الاجابه والدنيا فل امره. طب ها انت فهمت؟ لا. طب حاولت تفهم مثلا الطريقه اللي لا، خلاص كتبتها وخلاص. فالاي اي بيساعدك تدور، مش بيفكر بدالك. يعني لما تلاقي نفسك مش فاهم، جرب الاول تبدا تدور وتسال وتفكر وتحاول بنفسك، وبعدين فعلا قول انا مش قادر، انا عايز المساعده. لما وقتها تقول كده، لما تجيلك المساعده هتحس قد ايه انا عملت مجهود، واللي انا مش فاهمه هي حته صغيره، مش كل الحاجه. ده انا بشوف اسئله بتتساب فاضيه. لا، ما اصلا انا ما شفتش السؤال ده قبل كده. طب يا حبيبي، هو نفس السؤال بس هو اتغيرت الارقام، ما بيفكرش. خلينا نقول دلوقتي، لانك لما هتتعلم ازاي تتحمل المسؤوليه دلوقتي وتبدا تفكر، صدقني لما هتكبر هتبقى انسان ناجح وواعي، والناس هتعتمد عليك، هتعرف تفتح بيت واسره، وانتي كمان هتعرفي تعملي كده. لكن لو استسهلتي النهارده، هيبقى الاستسهال عاده موجوده عندي، والعادة دي هتخسرك فرص كتير قوي في المستقبل، وعلاقات كتير جدا، وشغل، وحتى نفسك أو نفسك. المسؤولية مش مرعبة، المسؤولية بتخليك تبقى نسخة أقوى من نفسك. فكر فيها كده، وما تفكرهاش بنيجاتيف انرجي. واشوفكم في حلقة جديدة، وسلام.